أبناء مدينة برشيد في الحصول على الأسبقية والتقدم. هنا الإعادة، هنا اللقطة، ضربة رأسية من عبد العزيز حمزاوي الذي أسكن الكرة الشباك مغالطا حارس المرمى أنس الزنيتي الذي لم يتمكن من التصدي ولم يجد أي حل في اللقطة الماضية لنادي الرجاء الرياضي الذي يجد الكثير من الصعوبات في الوصول. ينجح في الوصول، نعم، وجد الكثير من الصعوبات، لكن في الدقيقة 37 هنا الإعادة، هنا اللقطة، هنا الفرصة. وصلت الكرة لنوفل بعد عرضية من يسري، ينجح في مغالطة حارس المرمى أشرف الهلالي تقريبا بنفس الطريقة التي سجل من خلالها عبد العزيز الهدف الأول لنادي يوسفية برشيد. تصبح النتيجة هدف لكل فريق. قبل دقائق قليلة يوسف بالعمري، العرضية من بالعمري في منطقة الجزاء، التسديد، الهدف الثاني لنادي الرجاء الرياضي. زكريا الوردي مع بداية الشوط ينجح في الوصول لمرمى الحارس أشرف الهلالي في الدقيقة 47. ينجح الوردي في مغالطة الحارس أشرف الهلال الوصول لمرمى يوسفية برشيد مع بداية الشوط. هنا اللقطة العرضية من يوسف بالعمري، وصلت الكرة لزكريا الذي كان متواجدا في المكان المناسب، يسدد بقوة، لم يترك أي فرصة لحارس المرمى للتصدي أو إبعاد الكرة بعيدا عن الخشبات الثلاث. هنا اللقطة، هنا الفرصة، وهنا المحاولة. هدف أول لنادي الرجاء الرياضي في هذا الشوط. يسري في وسط الميدان في منتصف الملعب، يراوغ يسري، يتقدم يسري بطريقة ممتازة، يترك الكرة لزكريا الوردي لتعود بعد ذلك لروجي التوغولي. تمريرات بين عناصر نادي الرجاء الرياضي. نوفل الزرهوني، التوغولي، روجي، محمد الزريدة. فرصة لنادي الرجاء الرياضي، إمكانية التسجيل، ينجحون في التسجيل للمرة الثالثة. تنفذ الركنية، حارس المرمى في منطقة الجزاء، الهدف في منطقة الجزاء، جول، الهدف الثالث لنادي الرجاء الرياضي. ينجح يتلقى البطاقة الصفراء. هنا اللقطة الماضية، تسديدة بالقدم اليسرى، لا تصد ولا ترد. تسديدة بالقدم اليسرى، لا تصد ولا ترد. يجد أي حل يواصل نادي الرجاء الرياضي التقدم على مستوى النتيجة، ويقترب أكثر من الضفاف. التعادل لنادي الرجاء الرياضي تقريبا بنفس الطريقة التي